بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وحال يا رب. يا ربنا كده يا رب دايما يجعل بيوتنا فيها الخير ومليانة وعمرانا بالخير، ويبلغنا رمضان اللهم امين يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، ويلاقي كده بيوتنا مليانة خير وعمرانا دايما يا رب العالمين. النهاردة الفيديو بقى حلو قوي قوي قوي، في تفريزات وفي كمان إعادة تدوير للأكل البايت بطريقة حلوة وجديدة وجميلة، هيعجبكم جدا. اتفرجوا، مين يصدق ان ده رز بايت؟ اتفرجوا على الفيديو للآخر وان شاء الله هيعجبكم، واستنى منكم كومنت ودعوة حلوة، وما تنسوش اللايك وسبسكرايب لو ما اشتركتوش في القناة، اشتركوا عشان يوصلكم كل الجديد. يعني بجد أكلة النهاردة موفرة جدا 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 بأقل التكاليف، يعني تقريبا بمصروف يومي 100 جنيه فرست كل اللي نفسي فيه، وكمان عملت أكلة اقتصادية. قبل ما نبدأ الفيديو بس كده نحب دايما كده نفتكر اخواتنا الفلسطينيين بالدعاء، ربنا يثبت أقدامهم يا رب كده ويصبرهم على اللي هم فيه ويعينهم اللهم أمين يا رب، وينصرهم نصرا عزيزا قويا، ويرجع الأرض لأصحابها اللهم أمين يا رب العالمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمين، ويجعل دايما كده ولادنا برين بينا ويهديهم ويصلح حالهم يا رب ويجعلهم من الصالحين. هنبدأ بقى ونسمي الله كده، هنفرّز الحاجات اللي اتعودنا إن هي ما ينفعش نفرّزها، لأ النهارده بقى بطريقة حلوة وسهلة كده وبسيطة جدًا ما فيهاش أي تعقيد، وجرّبتها والحمد لله نجحت معايا واستعملت الحاجات ديّة بعدها بفترة، وكانت حلوة جدًا، جدًا وتحفة. مش أول مرّة بافرّز الكوسة يا جماعة، الكوسة من الحاجات اللي اتعودنا من أهالينا زمان إن هي ما ينفعش تتشال في الفريزر عشان بتنزّل مَيّة، وجرّبوا بكذا طريقة وما نفعتش معاهم والدنيا ما كانتش مضبوطة أحسن حاجة يعني. فالنهارده أنا هافرّز الكوسة، أنا كنت جايبة معاكم في الفيديو اللي فات 4 كيلو كوسة ب10 جنيه. أيوه، الكوسة دلوقتي بجد ببلاش يا جماعة، فنحاول إن إحنا على قد ما نقدر إن إحنا نستغل الحاجات اللي بتبقى رخيصة في السوق، علشان نمشي على قد إمكانياتنا، وكمان نحاول إن إحنا بقى نملى كده إيه، البيت عندنا تفريزات وحاجات حلوة كده لرمضان، وإن شاء الله كده إيه، نعدّي ال30 يوم بتوع رمضان من غير ما نحاول إن إحنا نجهد نفسنا بمشتريات زيادة، ولا إن إحنا نبقى شايلين هَم إن هيبقى لازم يبقى في مصروف زيادة. طبعًا هيبقى كلّنا عندنا حاجات تانية كتير، أولويات تانية كتير غير الأكل والشرب، هيبقى عندنا بقى كحك العيد والحلويات بتاعة العيد، وكمان اللبس العيد بتاعة الولاد، ربنا يا رب كده ما يقطع لنا عادة أبدًا يا رب العالمين، يرزقنا البركة في الرزق، ويجعل القليل في إيدينا كتير، اللهم آمين يا رب. هنا بقى أخدت الكوسة بتاعتي وقطّعت منها على قد ما هاعمل أكلات، يعني قطّعت كده دواير علشان الطواجن، وكمان مكعبات صغيّرة علشان شوربة الخضار، و قوّرت منها كمان عشان المحشي. هنشيلها إزاي؟ هنحط بقى حلة فيها مَيّة مغلية على النار أهي، وفيها نُص معلقة ملح ليمون. طب ملح ليمون ليه؟ عشان يعتبر كإنه مادة حافظة كده، وكمان يخلّيها ما تصفّيش المَيّة اللي فيها كلّها، تمام؟ أنا مش هاحطه على الكوسة، أنا هاحطه في المَيّة بس. وهابخّر المَيّة بتاعتي، هابخّر أقصد سوري الكوسة بتاعتي، يا دوب بس إيه، يعني إحنا كُلّنا عارفين إن الكوسة ما بتستحملش في التسوية أصلًا، بتستوي بسرعة جدًا، فاللي هي يا دوب أنا بادّيها صدمة بس كده في السخونية، وبعدين هاخدها من السخونية هانزل بيها يا إمّا في مَيّة بتلج، يا إمّا تحت الحنفية على طول مباشرةً، أدّيها صدمة عشان تحفظ المَيّة أو السوائل اللي جواها ما تنزّلهاش كلّها. تمام، وبعدين هاشيلها في الفريزر، أدي أنا عبيت أكياس أهو بقى على قد إيه شوربة ما أنا هاستعمل في شوربة خضار، وعلى قد ما هاعمل مثلًا طبيخ باللحمة المفرومة أو حاجة، وطبعًا قلب الكوسة اللي بنقورها أنا ما بارميهاش، مستحيل إن أنا أرميها، لأ بالعكس أنا باخد اللي هي الصوابع اللي بتطلع ديّة باعمل بيها للولاد سناكس تحفة، وهاعمله لكم إن شاء الله في فيديو، لإن أنا هاشيلها أهي وهاعملها معاكم قدامكم. وكمان القلب بقى اللي هي الحتت البايشة شوية ديّة، باعمل منها أحلى طاجن كوسة بالبشاميل باللحمة المفرومة، يعني مش هنرمي أي حاجة. أنا حتى القشور بتاعة الفواكه والحاجات دي أنا باستعملها برضه، يعني مثلًا أنا هافرّز معاكم الرُمّان النهارده في الفيديو، هاستفيد برضه بالقشر بتاعه، وكمان
البرتقان، الليمون، أنا كل الحاجات دي أنا ما بارميش القشور بتاعتها، أنا باستعملها وباعيد تدويرها، وكل حاجة ربنا خالقها لنا فيها خير. كده خلصنا أول حاجة من التفريزات، هنخش بقى على تاني حاجة برضو ب10 جنيه. أنا جبت دول كيلو ونص فاصوليا خضرا ب10. بس دلوقتي الفاصوليا كمان، يعني أنا ده لما كنت بعمل الفيديو عاملة لكم الفيديو كانت الكيلو ونص ب10، دلوقتي كمان بقت ب5 جنيه. يعني هنجيب 2 كيلو ب10 جنيه، وهنعمل منها أحلى تفريزات لشوربة خضار، ل طبيخ، تورلي، لأي حاجة بقى هنعمل بيها هنحط فيها فاصوليا خضرا، هنبقى عندنا فاصوليا خضرا تمام. ولو كل اسبوع عملنا كده 50 جنيه على جنب مصروف الاسبوع، ان احنا نجيب بيه الحاجات دي التفريزات دي يا جماعة، بجد هنملى البيت خير، وما شاء الله هيفضل عندنا الخضار من السنة للسنة. وبرده بنفس الطريقة انا هنزل فيه بمية في المية السخنة، مش هبخر بقى، انا هعمل ايه، هنزلها في المية السخنة، وبعدين هاخدها على طول برضو تحت الحنفية او في مية ساقعة تمام. وبعدين هفرزها بقى كده واعبيها اهو على قد الكياس بتاعتي، على قد بقى شوربة خضار، على قد كياس الطبيخ. وانتي بقى يا ست الكل ميزان كده ايه، لان انتي تعرفي مقدار الاكلة بتاعتك بتاخد قد ايه معاكي تمام. وادي كمان تالت 10 جنيه، جبنا بيها ايه، جبنا بيها رمان. ده كان كيلو وربع ب10. وبرده الرمان دلوقتي موجود كتير جدا، وطبعا كلنا عارفين فوائد الرمان ايه تمام، يعني مش محتاجين ان احنا ايه نسأل حد او نعرف. الرمان انا بعمله بطريقه سهله جدا، بقطعها اهي من النص كده، وبفضل اخبط عليها بظهر السكينه، بتتفرد كلها في ايدي، ما بتاخدش وقت. يعني كيلو وربع دول ما اخدوش مثلا 10 دقايق ولا حاجه تمام. وبعمل اكياس كده انا جاهزه عليها جوافه للولاد، بطلعها لهم على طول واعمل لهم بيها كوكتيل تمام. عذرا يا جماعه على الصوت. وادي تالت 10 جنيه معانا اهي، جبنا بيها ايه، ليمون. ده مش ب10 جنيه ليمون، دول ب5 جنيه ليمون. وجبت كمان ب5 جنيه عصفر على حبة البركة اهو، يعني دول كده المجموع بتاعهم 10 جنيه. ده كيلو ليمون. دلوقتي الليمون برضو رخيص وجميل، وبصوا ما شاء الله زي الفل اهو، مفهوش يعني هي كانت واحدة صغنونة كده، هي دي اللي لقيتها ايه مستوية كده شوية، سبتها على جنب. لكن الباقي كله ما شاء الله ما كانش فيه ولا واحدة فيها حاجة وحشة. بصوا بقى انا بقطعه ازاي اهو من فوق، يعني من عند ايه، مش بالعرض الليمونه من فوق كده، بس مش لحد الاخر، يعني بقطع كده حته صغيره يا دوب عشان احشي فيها ايه العصفر وحبه البركه بتوعي. طبعا احنا ولا هنسلقه ولا اي حاجه، انا هعمله زي ما هو كده ني، لان من هنا لحد رمضان ان شاء الله يكون استوى بقى زي الفل وتمام، ويكون بصوا بقى ايه يعني بقى زبده خالص لوحده كده من غير ما نسلقه ولا حاجة. لكن لو احنا محتاجين ان احنا نعمله يبقى سريع، يعني هناكل منه مثلا بعد اسبوع او كام يوم، يبقى نسلقه. زي ما اتفقنا بقى كده ايه، ان احنا نقدر من اقل الامكانيات نعمل كل اللي نفسنا فيه. والست الشاطرة بقى هي اللي ايه تعرف تدبر امورها وتمشي نفسها كده باللي موجود عندها. وكمان نقدر نعمل بعد كده إن شاء الله، يعني بعد التفريزات دي أو لمّا نبتدي إن إحنا نستعمل من التفريزات دي، هنعمل مع بعض إزاي نعمل ميزانية مثلًا أسبوع أو 10 أيام من غير ما نشتري أي حاجة من برّه. يعني نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نستعمل الإمكانيات اللي عندنا، إحنا مش بنشيل ونخزّن بس عشان برضه نفضل نشتري طول ما إحنا يعني طول ما إحنا بناخد مصروف نجيب نشتري ونخزّن بس، لأ، إحنا بنخزّن عشان ييجي علينا وقت لمّا يكون في لا قدّر الله أزمات، أو إمكانياتنا بتقِل. وطبعًا الظروف الاقتصادية يعني بتتغيّر في كل يوم عن التاني، فنبقى مستعدين إن إحنا نقدر نمشّي نفسنا بأقل التكاليف وبالموجود في البيت. كان زمان كده أمهاتنا يعملوا كده إيه، خزين بتاعهم، ما كانوش بقى عندهم بقى ولا فريزر ولا الكلام ده كله، كانوا بيخزنوا الحاجات بطريقة طبيعية خالص. يعني كان في حاجات مثلا تحط على البلاط، في حاجات تحط في البلكونة في الهوا، في حاجات بتحط بيخزنوها مثلا لما يعملوا مثلا فسيخ او سردين، او بيملحوا الحاجات ديت بيحطوها في اماكن معينة. فكانوا يقولوا يلا هناكل النهاردة من البيت، مش هنجيب حاجة من بره. فكانوا بيمشوا امورهم والدنيا بتمشي والحمد لله، وكل طبعا
نعم ربنا جميلة، والبطن الحمد لله إن هي ما لهاش لسان ولا بتتكلم ولا بتنطق يعني، فاديناها ديك رومي هتشبع، اديناها لقمة فول أو فلافل أو أكلة شعبية كده هتشبع. المهم إن هي نبقى الحمد لله عندنا اللي يغنينا عن إن احنا نسأل حد أو نطلب من حد حاجة. ربنا يا رب يجعل دايما كده البركة في إيدينا، وما يحوجش حد لحد أبدا يا رب. يعني الستر ده نعمة كبيرة من عند ربنا، وكلنا ندعي ربنا ان هو دايما يسترها معانا ويجعل بيوتنا مليانة خير ورزق وفير يا رب، ويبارك لنا في القليل ويجعله كتير اللهم امين. فهنا كان عندي قشور زي ما قلت لكم اهو، انا ما برميش القشور. القشر حتى بتاع الليمون اللي انا بستعمله انا بشيله كده، بحوشه في كيس في الفريزر، وبعمل منه. فهنا انا كنت لقيت البرطمان بتاعي فاضي محتاج ان انا احط فيه ليمون زيادة، فهحط من القشور اللي عندي، مش هرميها اهو. نسيت اقول لكم ان حبة البركة والعصفر دول انا كنت حاطة معاهم معلقتين ملح، عشان انا كنت عايزة الحشو يبقى من جواه فيه ملح، عشان ايه؟ يساعد شوية في ان الليمونة تستوي وتبقى مزبتة كده مع المية طبعا اللي احنا هنحطها بملح. زمان كانت أمي الله يرحمها ويحسن إليها يا رب، ويجعلها كده في الجنة ونعيمها، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، هي وأبويا اللهم آمين. كانت تحط تعمل الليمون المعصفر ده في عصير ليمون، ما كانش بتحط له بقى مية بملح يعني. فاحنا ايه بنحاول ان احنا نظبط الدنيا بأقل التكاليف، فهنحط مية بملح. دول معلقتين كبار ملح مليانين، عندك ملح خشن يبقى تمام احسن. وعليهم ميه مغليه ومتبرده، يعني انا بغلي ميه لما باجي مثلا اعمل شاي او اي حاجه، بغلي ميه بزياده وبحطها ببردها على جنب عشان استعملها في اي حاجه كده. تمام. ولازم الميه تبقى ماليه البرطمان بتاعي كله، انا هنا لقيتها ناقصه شويه فهزودها، وكده كده الزيت بتاعي بيطلع على الوش، فهحط على الوش شويه كمان الزيت عشان يحفظه ويبقى ايه، ما يعزل لي الهواء، يعني ما يبقاش البرطمان فيه اي داخله اي هواء. وبقلب البرطمان كده على الغطا بتاعه، طبعا لازم نقفل بكيس او بستريتش او عشان يبقى الغطا بتاعنا مقفول محكم يعني، وبقلب. هنا كان في البياع ده، كان في بياع معدي يعني من تحت البيت، وكان بيقول البطاطس ديت ب10 جنيه، هي صغيرة على كبيرة على كده. كانت عندي البطاطس، كان عندي فاضل 3 وحدات كده من الكيلو اللي جبته معاكم المرة اللي فاتت، فقلت اجيب بقى ده عشان هستعمل ال3 بطاطسات اللي كانوا في التلاجة اللي باقيين عندي. كنا جايبين مع بعض برضو كبد وقوانص، واستعملنا من القوانص وشوية قلوب عليهم، وعملنا الكوسة بالقوانص، وكانت تحفة وجميلة. النهاردة بقى هنعمل حاجة تانية أو صنف جديد بالربع كيلو القوانص اللي كان فاضل معانا. يعني احنا كنا جايبين نص كيلو قوانص فقسمناه، عملنا منه أكلة وادي تاني أكلة. أخدت القوانص بتاعتي ونضفتها كويس جدا، وشلت منها كل الدهن اللي فيها. انا مش برميه بصراحة، يعني بنضفه على قد ما اقدر، وباخد الحلو اللي فيه بعمل بيه الاكلات. غسلنا بقى القوانص بتاعتنا كويس وشلنا منها الدهن زي ما قلت لكم اهو. والدهن بقلي بيه او بسيحه كده وبعمل بيه اكلات، ببقى فيها مثلا فراخ، او بعمل منه كمان مرقة الدجاج، وان شاء الله هعملها لكم فيديو قريب باذن الله. كان عندي بقى ايه رغيف فينو كده في الفريزر، فطلعته وحطيته في شوية لبن كده خفاف، لبن حليب. وعندي بصلتين كده حلوين فرمتهم فرم ناعم اهو، وهحطهم على القوانص اللي فرمناها في الكبة كويس جدا. شايفين؟ بصوا ما تفرقوهاش عن اللحمة المفرومة خالص، يعني لا في لون ولا قوام. وما شاء الله حاجة كده جميلة جدا جدا، وبديل حلو قوي قوي للحمة المفرومة، يعني يعتبر احسن كتير من ان احنا نجيب لحمة مفرومة مجمدة او بتاعة القوات المسلحة او ايا كان. يعني ماشي نوعا ما احسن يعني، او اقل في الاسعار كتير من الحاجة البلدي، بس دي حاجة فريش وطازة وحلوة وجميلة ومش مجمدة ولا اي حاجة. ما فيهاش كمان شك، او ان احنا نبقى شاكين ان هي متجمدة بقالها قد ايه او الكلام ده كله. حاجة فريش وطازة وجميلة وبديل للحمة المفرومة، حلوة قوي قوي، وكمان اقتصادي على قد الايد. هناخد بقى القوانص بتاعتنا اهي ونبهرها. عصرت البصل كويس جدا من المية بتاعته، وهي مش هرميها، هستفيد منها برضو. حطيت معلقة فلفل مفروم كبيرة، وحطيت كمان البهارات بتاعتي
7 بهارات، بابريكا، زعتر، فلفل اسود وملح. هادعك الكلام ده كله كويس جدا جدا بقى، وبعدين هصبعها. هنا لو هنشوي على السيخ يبقى يفضل ان احنا نحطها في التلاجة من نص ساعة لساعة في التتبيلة ديت. لو نزلت مية بنعصرها ونبتدي ان احنا نشوي منها، نصب على السياخ بتاعتنا ونشويها على طول. وادي مية البصل هنبل ايدينا فيها ونصبع الكفتة بتاعتنا. تمام. مش هنشويها يعني على السياخ. بنعمل ايه؟ بنحطها مثلا مع بطاطس او اي حاجة في ساعة ما بنعملها عادي جدا، عشان يعني العصارة اللي فيها أو المية اللي فيها هتنزل تسوي لنا البطاطس وهتبقى تمام كده. لكن لو هنشويها على السيخ عشان ما تنزلش المية بتاعتها على الفحم أو على أيا كان الحاجة اللي احنا هنشوي عليها، يبقى بنحطها في التلاجة الأول. وادي بقى 3 بصلات بطاطسات، اسفة البطاطس اللي كانت باقية عندي في التلاجة طلعناها وقشرتها، وهنعملها صينية بطاطس بالكفتة كده جميلة جدا جدا. كفتة القوانص بجد من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها جدا. هنا انا كمان زودت لها معلقتين كده بقسماط من اللي احنا بنعمله في البيت، وهصبعها كده بقى معايا، وهبل برضو ايدي في مية البصل وهحطها على البطاطس. تمام. هنا انا زي ما قلت لكم انا ما حطيتهاش في التلاجة، يعني انا اشتغلت بيها على طول علشان تنزل لي المية بتاعتها على البطاطس، تسوي لي بيها البطاطس. وكان عندي كمان حتتين جزر كده مبشورين، دول من السنة اللي فاتت. يعني دلوقتي اهو ما شاء الله الجزر طلع وبدأ يرخص كمان في السعر، اهو بقى ب5 جنيه، وصل ل5 جنيه دلوقتي. فدول كانوا عندي من السنة اللي فاتت اهو زي الفل، مجربوش اي حاجة. برضو هعمل لكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية تفريز الجزر. وبصوا بقى ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، عملت كمية حلوة جدا. انا هنا كنت نسيت اتبل البطاطس بتاعتي، فشلت الكفتة وعملت لها خلطة كمان كده، بصلاية فرمتها مع طماطمتين كده او طماطماية كبيرة شوية، وبهرتها بقى كده 7 بهارات وفلفل اسود وملح البطاطس والطماطم بتاعتي دي. وبعدين حطيت عليها الكفتة بتاعتي. كمان الطماطم هتنزل المية بتاعتها فهتسوي لي البطاطس. هنسوي بقى على نار هادية، وبعدين هنرفعها على الشواية عشان تتحمر من على الوش. تعالوا بقى هنا كده، عندك حبة رز بقى ايا كان بقى، رز حباية وحباية، رز بالشعرية. رز بشعرية بقى بصي هنخليه كأنه طازة وزي الفل. دول كانوا ربع كيلو رز، ربع كيلو، والله ربع كيلو رز. تمام. غسلتهم كويس، وفي الحلة بقى نزلت بالبهارات الأول. حطيت ايه بهارات؟ حطيت عندي ورق لوري، قرفة، 7 بهارات، وكمان فلفل اسود شوية صغيرين خالص. وكان عندي انا كمان بهارات الكبسة. بهارات الكبسة انا بجيب ب5 جنيه، بس بيقعدوا معايا ما شاء الله فترة حلوة يعني. فعملت التوابل بتاعتي الاول في معلقه سمنه كده، حمصتها ريحتها طلعت، رحت نازله بالرز وتقليبه كده حلوه. وشايفين بصوا الميه بتاعت الرز لسه ما اتشربتش كلها. هحط عليها الرز بس مش هقلبه طبعا عشان ما يبقاش فيه حبه نيه ولا وواحده مستويه. بس هحطه عشان انا عايزه الرز بشعريه بتاعي ده يشرب من الميه شويه. بصوا بقى ما شاء الله بعد ما اتعمل اهو شرب الميه يعني تشرب الميه بتاعته، بقى كأنه رز، يعني تشوفيه كده من بعيد تقولي رز بسمتي. اوه ولا رز بسمتي ولا حاجة، ده كانوا حبة رز بايتين عندنا، بدل ما نرميهم قعدنا تدويرهم كده وعملنا منهم أحلى أكلة. وادي الكفتة بتاعتنا اهي كمان طلعت وزي الفل وما شاء الله. مش عايزة اقول لكم بجد، ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. واتمنى كده دعوة حلوة حلوة من قلبكم بظهر الغيب كده. يا رب ربنا يوفقني ان شاء الله، واقدم لكم فيديوهات جاية حلوة جدا، كلها ميزانيات على قد الإيد، ووجبات توفير، ووجبات إنقاذ ميزانية، تفريزات كمان، وحاجات تانية حلوة كتير جدا. ادعولي ان انا ان شاء الله اقدر اوفي واكفي باذن الله، واقدم لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.